في مساء يوم 13 يوليو سنة 2023 بدأت قمة مصرية عربية من الطراز الرفيع، أو بما تسمى بضرب القاهرة العظيم، أو بمسمى آخر قمة الجزيرة و100 عقبة. في البدايات احنا عارفين إن الأهلي محدش قادر يكحل عينه، وده لأن الأهلي داخل على موسم تاريخي من حيث الألقاب والأرقام، وشبه عايز يقفل اللعبة. وعلى الجانب التاني واللي هو الزمالك، الفريق عنده انكسارات من أول الموسم، إذا كانت إدارية أو فنية، لأسباب مختلفة بقى ملناش دعوة بيها دلوقتي. بس في المجمل بقى الفريق خارج بموسم صفري من كل شيء. هما كسبوا آخر 6 ماتشات قبل القمة، بس مش دي الفرقة اللي تحس إن هي صاحبة النفس الطويل، وده عكس الأهلي تماما اللي بعد 5 صن داونز واكل الأخضر واليابس. بعيدا بقى عن الكلام ده كله، نحب نبدأ الماتش ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، صدق الله العظيم. المليونير بيجيب الجون الأول، وطبعا محدش شافها غير سيادة المخرج وشوية صحابه اللي قاعدين معاه في الأوضة، وأنا عشان متوضي مش هقولك غير ربنا يسامحك. بس سيبك انت، انا مستني الإعادة واللي فيها الإفادة. وكالعادة في آخر الفترات لازم دفاع الزمالك يشارك لو بهفوة جايفة تسجل هدف في مرماهم، بس ده برضه ما يخليناش ننكر دور الشحات اللي عمل سبرنت من الجبهة الشمال لحد عندنا هنا ومرجح رجله وداها في السوكة. وفي ظل ضغط الأهلي الجامد والمرعب والمستمر، قفشة كان منى عينه وخلصها بدري وبعت واحدة مزيكا لكن رزعت في القايم. والكلام ده كله في اول 3 دقايق وحته، والوضع لو استمر على كده هنلعب جول للجميع وهتبقى مهرجانات. وفي ظل ان الاهلي بيبني كره من تحت وبيحاول يستغل وسط الزمالك اللي ضايع، لعيبه الزمالك بتفوق لو لكوره، ولسه هيحاولوا الجزيري يسدد كره جايفه كده ملهاش ملامح. وعدت حوالي اول ربع ساعه وشويه ولسه الاهلي بيروح، ولو دامت اكتر من كده اخاف عليك من الزعل. وطبعا دفاع الزمالك مربوص على عينه، وكل ما يعوز يبني هجمه من تحت تتقطع منه، لكن ربك بيستر. ولأول مرة الزمالك بيسوح دفاع الأهلي وبينظم هجمة، لكن جبن سيد نيمار بيضيعها بغباوة، والكرة دي كانت كفيلة ترجعه في الماتش من تاني. لكن تقول ايه؟ بص الكرة دي وسط ملعب الزمالك مش موجود، وده بيخلي الاهلي بيبني هجمه بباص واحد من قلب الدفاع للجناح. وطبعا واحد زي حسين الشحات ما بيتوصاش وحاول يلعب معاهم الخمسه الطيبه، لكن كهربا بيوديها ضعيفه، والولا سكر بيلحق نفسه وبيشيلها من على الخط. وبرده تاني تو بيفسح الزبون وبيشق طريقه، لكن كالعاده بيعمل فينش مع توه مش مفهوم. ومع كل ده فرقه الزمالك برضه مش مستوعبه اللي بيحصل او اللي ممكن يحصل كمان شويه. الولا الشحات قال لي انت لسه هتتكلم حمن دين الفرقعه دي عندي، وودى التاني كده الفرق بيكبر، واحنا لسه رايحين نختم الشوط الاول. واظن والعلم عند الله ان كهربا لو كان فايق كان كبر الفضايح دي شويتين 3. المشكله اللي بقت دلوقتي ان دفاع الزمالك بقى بيتضرب بكره واحده ومش لازم تكون منظمه. قلنا بقى خلاص الشوط ده يتقفل على كده، وربك يفرجها في الشوط الثاني. إذ فجأة الاقي معلول جاب الثالث. الله ينور. ودي يابا، هي الحفله دي تنفع من غيرك يا ريس؟ ده انت حبيت الكريز. وعلى راي الكابتن مدحت شلبي لما قال الكل تجرأ على المرمى. وهنا خلاص قفلنا الشوط الاول بجد. ومع بدايه الشوط الثاني عم قصوري ربنا يصلح حاله بدا يعدل الدنيا شويه، واستوعب ان ده ماتش كوره، وهنا الزمالك مسك نفسه شويه، وعملوا تاني هجمه ليهم في الماتش لحد دلوقتي، وساعدهم فيها عبد المنعم، لكن نضاي بيتلبس على عينه وبيضيعها. بس ده في حد ذاته كويس لان الزمالك بدا يوصل. حاسب يابا حاسب، شنو اوعى يابا، دي اسمها كوارث. ولا زيزو بيعدل نفسه شاطها بمعلمه لكن جت جنب القايم. وهنا كده فهمنا ان الزمالك بدا يمتلك الكوره، ودي بتحصل لاول مره من اول الماتش ده، طبعا بعد ما اللوستا قصوري وبدا يظبط اللبس اللي كان عامله في الشوط الاول. ونروح بعدها لاول حسنه للوستا عبد الغني في الماتش ده، بسبب الكره الطويله اللي عملها في الطبيعي خلت الجزيري ان هو بانفراد مع الشناوي، لكن قلب بتاع مره واحده وتلكيعه ده خلى دفاع الاهلي يرتد، لكن في الاخر بياخدوا ضربه جزاء. بيني وبينك كده الولع عبد المنعم عمل واحده مش مظبوطه، والصراحه كان محتاج ان هو يتقرص ودنه عليها، بس عديها لان واحد زي زيزو ما بيتوصاش، وده لانه بيقدر يركن واحده رايقه كده في جنب الشبكه، وبكده الفرق يبقى 2 وتبقى النتيجه 3-1 للاهلي. في الطبيعي والمفروض يحصل الزمالك المفروض يضرب على الحديد وهو سخن، لكن خط النص بيسبب هجمه مرتده على الزمالك، ولولا ارتباك تاو كان ممكن يكون في كلام تاني. ساعتها الزمالك بيرد بكره تبكل الاصل للجزيري، بيعمل لها كنترول وبيكلفت لاعبين من الاهلي، لكن كالعاده الفينش محتاج يظبط. وهنا بدات تظهر مشكله جديده، ان الزمالك بدا ينظم هجمات لكن الفينش مش مظبوط او مش موجود اصلا. ولاول مره زيزو بيصنع كره من صناعه فرديه، لكن الكره بتروح وبترد في القايم، بس ده ممكن يكون شيء في حد ذاته جيد، ولان الزمالك وصل وفاهم لعيبه الاهلي ان انا عادي بوصل لجونك وكمان برزع في القايم، واهو يا عم كمان واحده في العرض. وهنا ممكن لعيبه الاهلي فهمت ان فرق الجونين مش مقياس، وان لعيبه الزمالك ممكن تقلب عليهم الترابيزه في اي وقت،
وده لان ان هما مش اول مره يتحطوا في موقف زي ده. الكلام ده كله نفسي، لكن كالعاده على ارض الواقع دفاع الزمالك بيشتت ومش لاقي اللي يربط معاه. واقصد هنا خط النص المباح اللي اي لعيب من الاهلي بيجري فيه، وده خلاهم يتجرأوا ويشوطوا على صبحي. وفي ظل ان الدنيا مباحه ومفتوحه وان محدش مراقب، لعيبه الاهلي برضه بتتجرأ ولسه بتروح ولسه بتشوط. وهنا تعتبر الدنيا انتهت، لان خلاص بقينا في ال90 والاهلي بيروح باخر هجمه واللي كانت بمثابه رصاصه الرحم، لان شريف بيحط بصمته المعهوده وبيودي الرابع. وهنا يعتبر كده قفلنا المهرجان، واللي بالمناسبه لو كان في وقت زياده كان ممكن العداد يفتح اكتر، لان كل ما ثانيه بتعدي لعيبه الزمالك بتزيد في الانهيار اكتر من الثانيه اللي قبلها. وهنا يعتبر ما عادش عندنا حاجه نقولها، وممكن نقول تم انتهاء المهرجان بنجاح. بس قبل ما تقفل اتمنى تعمل لايك وسبسكرايب، ولو تقول لنا في كومنت بسيط تحب تتفرج على ايه الحلقه الجايه.